السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتي قناة جاتو في جاتو. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعضينا كيكة بيتي اقتصادية جدا وسهلة وبسيطة، وكمان مكوناتها موجودة في كل بيت. كنت مغفلة جدا جدا لما كنت بعمل الكيكة زمان من 6 بيضات. دلوقتي تقدري تعملي الكيكة ديت بأسهل طريقة وكمان ببيضتين 2 بس. وطبعا بعد تعديلات كتير على الكيكة الأساسية اللي هي أم 6 بيضات دي، أنا عملتها في النهاية بكيكة ببيضتين 2 بس. فتابع معايا الفيديو للنهاية إن شاء الله تستفيدي. بس حابة أقولك الأول، لو أنت أول مرة تشوفي قناتي يا ريت تشتركي وتفعلي الجرس وتحطي لايك للفيديو لو عجبك، ويلا بينا نشوف الكيكة دي اتعملت إزاي. في بولة كده أنا هنزل بيه كوبايتين من الدقيق يكون لجميع الأغراض. أنا إن شاء الله هكتب لكم المقادير كلها بالكوباية والجرامات في صندوق الوصف. هنزل برشة ملح صغيرة، وهستخدم كيس كيك شيف البيكنج باودر الكيس كله، واللي هو عبارة عن 23 جرام من البيكنج باودر، ومعلقة هرمية كده من النشا. النشا ديت بتساعد على طراوة الكيك أكتر، وكمان بيكون ناعم وبيخلي لونه فاتح وأبيض. هقلب كده كل المكونات دي مع بعضيها واركنها على جنب، وهجيب الخلاط بتاعي وهنزل فيه ببيضتين يكونوا كبار جدا، يعني يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. هنزل بكوباية من السكر الحبيبات، وهنزل بمعلقة صغيرة من الفانيليا، ونص معلقة صغيرة من قصانص الحليب. ممكن تستغني عنه بس هو بيخلي الطعم جميل جدا، ومعلقة كبيرة كده من الخل، وكوباية من اللبن، يعني ناقصة شوية كده، يعني هي ما وصلتش لدرجة كوباية إلا ربع، هي كوباية إلا شوية كده. ونص كوباية من الزيت، ممكن تستخدمي سمنة مفيش مشكلة، بس الزيت طبعا بيكون متوفر على طول. وكل المكونات ديت مع بعضيها هضربها في الخلاط لغاية ما ينعم معايا كده المواد السائلة، وخاصة السكر يدوب معايا. وهنزل كده على الدقيق وهقلب كده على طول، بحيث ان كل المواد تخش مع بعضيها ويديني خليط كده انسيابي ويكون طري. انا مش عايزة العجينة تكون سايلة قوي، ولكن هوريكم في الاخر القوام هيكون ناعم ازاي وانسيابي. طبعا الكيكة دي كنا بنعملها ب6 بيضات وكوبايتين سكر وكوباية من الزيت. يعني بصراحة مقادير كانت يعني يعتبر برضو كانت شاقة شوية. أنا دلوقتي عملتها لكم ببيضتين 2 بس، وطبعا بعد اختبارات كتير من الكيكة الأساسية اللي هي أم 6 بيضات، أنا توصلت للكيكة اللي هي ببيضتين ديت. بصراحة طريقة جدا فعلا اعتمدوها، لأن كنتوا يعني فعلا أنا كنت مغفلة وخايبة جدا لما كنت بستخدم الكيكة اللي هي الأساسية أم 6 بيضات. دلوقتي أنا استخدمها ببيضتين 2 بس. بجد جربوها، طعمها جميل جدا جدا وطرية وهشة. أنا هنزل كده بالخليط كده في صينية مقاس 24 بعد ما دهنتها بالزيت ورشتها رشة دقيق كده، وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في وسط الفرن، من يعني المدة كده من 30 ل 35 دقيقة. من ضمنها هحمر الوش بتاعها، هي ممكن تحمر كلها مع بعضيها بس أنا هديها لون شوية من فوق. وهقطعها كده معاكم بالشكل ده. انت ممكن تقطعيها مربعات أو مثلثات زي ما أنا هعملها كده بالشكل ده. طرية جدا وسلسة، وكمان لونها فاتح من جوه وعالية ومرتفعة. بجد تستحق التجربة، يعني بيضتين عايزة اقول لكم انها بجد بجد في منتهى الجمال. موفرة، المقادير كلها موجودة في كل بيت. تستحق فعلا التجربة. ده الشكل بتاعها، طرية جدا ومرتفعة هشة، متحمرة من جميع الجوانب، وكمان في الوسط بتاعها بيضة وناعمة. الكيكة سهلة جدا وبسيطة. لو عجبتكم بقى الكيكة ما تنسونيش في اللايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.